شكل كده كل الناس بتحب البيتزا اللذيذة. ده عنوان حلقتنا النهاردة. عرفت أنا بتكلم عن إيه؟ البيتزا في رفع البفرة وانا هديكوا سفرة. All people seem to need delicious pizza. السلام عليكم، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله وعلى أمة المسلمين جميعا. أهلا بيكم في النتورك وورلد، والنهاردة هنتكلم عن ال OSI وال TCP/IP مودلز. تخيلوا كده فريق خط إنتاج عربيات متقسم: فريق اللي بيركب المواتير، فريق اللي بيبيض، فريق الجودة. كل الفرق دي بتتجمع عشان تسلم العربية في الآخر سليمة، وتقدر المستخدم يستخدمها بطريقة وشكل سليم. طيب تخيلوا بقى إن الفريق ده، أو مثلا فريق اللي بيبيض ده، قرر فجأة: لا أنا أفشخ دماغي، أنا عايز أركب المواتير مش عايز أبيض بس. هل الدنيا هتمشي؟ طبعا هتبقى لخبطيطة، والدنيا هتتعك، ولا هنطلع برودكت والعربية هتطلع مطينة ب60,000 دين. قيس على كده في الشبكات. في الشبكات عندنا حاجة اسمها modular architecture. دي بتبقى عبارة عن طبقات فوق بعض بتتغلف فوق بعض عشان تكون لنا الزيروز والونز اللي بتتقن في الديجيتال نتورك. تعالوا بينا نفهم يعني ايه modular architecture بالتفصيل. ايه هو ال OSI موديل او ال Open System Interconnection موديل؟ ال OSI موديل تقدر تقول عليه هو ريفرنس موديل او مرجع او جايد كده لينا، نقدر نبص ليه عشان نعرف نشتغل في حياتنا العملية، لكن مش هو اللي بيستخدم في التطبيقات العملية. هنتكلم عن انه موديل اللي بيستخدم في التطبيقات العملية في اخر الفيديو. خليكم معايا للاخر عشان نقارن ما بين التو موديلز ونعرف ده اللي يستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه. دايما خليكوا عارفين ان الكوميونيكيشن بيحصل في الاتجاهين، من فوق لتحت، وده انا فيه بقفل وعبي، وده اسمه انكابسوليشن. والهدف منه اني اوصل للسلك عشان ابعت داتا، تمام، للريسيفر في الناحية التانية، ومن تحت لفوق، وده بفتح وارصص، وده اسمه دي كابسوليشن. والهدف منه اني استقبل الداتا في الناحيه التانيه والريسيفر توصل له الحاجه اللي انا باعتها. خلونا نمشيها واحده واحده، تاتا تاتا، من فوق لتحت، عشان ابعت داتا من السندر للريسيفر. فنفترض ان السندر هنا على الشمال بيبعت ميل، والريسيفر هنا مستني الميل ده يوصل له. من اول ال 3 layers دول، من اول layer 7 6 and 5، ممكن نجمعهم من بعض ونقول عليهم application layer، بس مش مهم ده دلوقتي. اللي انا عايز اقوله هو ايه اصلا التلاتة layers دول عايزين يغلفوه ويبعتوه لللاير اللي تحتهم. هنتكلم عن اللاير اللي تحتهم كمان شوية، بس انا عايز دلوقتي اعرف التلاتة layers دول عايزين يبعتوا ايه لللاير اللي تحتهم. ايوه، سامعك يا حويتي اللي بتقول داتا، او بروتوكول داتا يونت، او بي دي يوز. في المرحله دي عند الابلكيشن لاير، او الثلاثه لايرز دول زي ما اتفقنا، البروتوكول داتا يونت او البي دي يو او الداتا من الاخر هي عباره عن زيروز وونز. انا ببعت هنا عباره عن زيروز وونز، وبتعتمد على الابلكيشن اللي انا بستخدمه وكل الانكريبشن والكمبريشنز اللي موجوده في السيشن والبرزنتيشن لايرز. الزيرو والوانز دول الزيرو والوانز دول هيبقوا ملهمش اي معنى في المرحله دي. يعني اكنك لو مديت راسك كده ودخلت في الجزء ده من الاو اس اي موديل، كل اللي انت هتشوفه هو عباره عن زيروز وانز، ولا هتفهم حاجه، ولا هتعرف هو ده ميل ولا صورة مبعوثة ولا فيديو ولا ايه بالظبط، ولا ستريمينج ولا فويس كول ولا ايه ده بالظبط. وده في عالم الشبكات بنسميه الشبكات الرغاية، وعمالين ويك 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 ويلا يا ولود كذا ويا ولود كذا ويا ولود كذا. او المصطلح العلمي بتاعها
الكونفرجن نتوركس او الديجيتال كونفرجن نتوركس. اول ما نوصل للزيروز والوانز دي لازم نعرف الكلام ده في الاخر، ان الابلكيشن لايرز دي لازم نعرف ان الزيروز والوانز دي هي بتريبريزنت ايه اصلا في الاخر، وده بنعرفه عن طريق الفايل اكستنشن. دوت اي اكس اي ده بيمثل ابلكيشن او برنامج انت بتستخدمه. دوت جي بي جي مثلا ده بيمثل صورة، وهكذا والمثل. احنا عندنا في النتوركينج عندنا بنعرف الزيروز والوانز دي برضو بطريقتنا، وهي عن طريق الادريسز، عشان نعرف الابلكيشن بالسيرفيس اللي هو بيقدمه. هو الابلكيشن اللي انا بستخدمه ده الابلكيشن اللي راننج على الثري لايرز دول، تمام، هو بيقدم لي خدمة ايه بالظبط، وده هنعرفه في اللاير اللي تحت اللي هي الترانسبورت لاير. اول حاجة هيعملها الترانسبورت لاير هو هيقدر يعرف هو انهو ابلكيشن اللي باعت الريكوست ده، وانهو سيرفيس اللي هيوصل له الكلام ده، لان انا عندي دايما ابلكيشن بيبعت لسيرفيس، ابلكيشن بيبعت لسيرفيس. بعرف الابلكيشن من هنا، تمام، عن طريق الاكستنشن. بعرف انهو سيرفيس ببعت لها هنا عن طريق البورت او عن طريق الادرس. وهنعرف، انا سبقت الاحداث وقلت كلمه بورت، بس هو الادرس في الترانسبورت لاير هو البورت نمبر. طب ازاي بعرف الكلام ده في الترانسبورت لاير؟ زي ما قلنا عن طريق البورت ادرس، تمام. كل بي دي يو جايه من الابلكيشن لاير من فوق بيتحط عليها طابع او ستامب، تمام، اللي هو السورس او الديستنيشن بورت، تمام. انت وتاخد بالك من هنا، انا هنا دي البي دي يو اللي جايه من الابلكيشن لاير عباره عن زيروز والونز، وحطيت عليها الستامب بتاع ترانسبورت لاير سواء سورس بورت وديستنيشن بورت. البي دي يو في الابلكيشن لاير كانت عباره عن زيروز والونز. طيب في الترانسبورت لاير البي دي يو او البروتوكول داتا يونت، الجزء بعد ما حطيت الستامب بتاع السورس والديستنيشن بورت بقى اسمها، ايوه، سيجمنتس. انا عندي البي دي يوز في الترانسبورت لاير اسمها سيجمنتس. طب احنا ليه بنقسم اصلا الداتا حتت؟ ليه بنقسمها سيجمنتس؟ تمام، انا دلوقتي الداتا اللي جات لي 0 1 من الابلكيشنز دي اللي نزلت لي في الترانسبورت لاير حطيت عليها ستامب سورس وديستنيشن بورت وقسمتها حتت اللي هي سيجمنتس. طب انا قسمتها ليه سيجمنتس هنا؟ عشان اسباب كتير، من ضمنها security، performance، تمام. وكمان ممكن نخلي كذا كوميونيكيشن يحصل في نفس الوقت لما تقسم الداتا دي عندك سيجمنتس، اللي هي حاجه اسمها مالتيبلكسنج. اتكلمنا عن المالتيبلكسنج في ال HTTP ابيسود في الويب بورد لو تفتكروا. طيب هو ايه البروتوكولز، تمام، اللي بقدر استخدمها عشان نعرف السيجمنت دي، او عشان اقدر اعرف السيجمنتس دي؟ لان خلي بالكم احنا بنبعت ايه؟ فيديوز، تمام، بروتوكول داتا يونت. فانا محتاج ايه؟ محتاج بروتوكول يفهم الداتا يونت دي. طب هو ايه البروتوكول او البروتوكولز اللي مستخدمين في الترانسبورت لاير؟ هم اهم تو بروتوكولز وهنتكلم عنهم بالتفصيل قدام، هم التي سي بي بروتوكول واليو دي بي بروتوكول. هنتكلم عنهم بالتفصيل الممل في حلقات جايه في النتورك وورد ان شاء الله. بس هندي لمحه ايه بسيطه خفيفه لذيذه كده ايه النهارده كده. التي سي بي ضحى بالوقت في سبيل ايه؟ في سبيل المصداقيه او الريلابيلتي، والريلابيلتي دي اهم اسيت من الاسيتس بتاعت التي سي بي. زي بالظبط كده لو قارنت ما بين عربيه كاديلاك كبيره، تمام، هتلاقي فيها luxury اوبشنز وايتمز كتير، تمام، ودلع وبتاع كأنك داخل فندق 5 6 7 نجوم. وكل ده بيزود ايه؟ بيزود في وزن العربيه، فالعربيه ما بتبقاش ايه؟ سريعه كفايه. لكن لو بصيت على اي عربيه حته كده ايه سبورت كار، سبورت كار دي هتلاقيها طياره، هتلاقيها بتمشي بسرعه، لكن ما فيهاش اللوكسجري ايتمز اللي بتبقى موجوده في العربيات التقيله زي الكاتيلاك كده مثلا ولا حاجه.
وطبعا دي اهم حاجه فيها هي ايه؟ هي السرعه. اللكجري ايتمز دي في السبورتس كار مش مهم، هي اهم حاجه بالنسبه لها ان هي تبقى سريعه. طيب في المثال اللي احنا قلناه ده الكاديلاك هنا بتمثل التي سي بي، فيتشرز كتير بس تقيله بطيئه، عشان كده التي سي بي ايه؟ ضحى بالسرعه بتاعته في سبيل مين؟ الريلابيلتي او المصداقيه. والسبورتس كار هنا بتمثل اخو التي سي بي المتهور وهو اليو دي بي. دلوقتي جه الوقت ان احنا نبازي البروتوكول داتا يونت او البي دي يو اللي هي السيجمنت في الترانسبورت لاير للنتورك لاير اللي تحتها. طب لما هنبازي البي دي يو للنتورك لاير هنا، البي دي يو تمام اللي هيطلعها النتورك لاير هي اسمها ايه؟ ايوه زي ما انتوا قلتوا كده، الباكيت. البي دي يو هنا في النتورك لاير اسمها ايه؟ اسمها باكيتس. انا هنا كان عندي البي دي يو اللي جايه من الابلكيشن لاير اللي باللون البنفسجي عباره عن زيروز وانز، حطيت لها الستامبز الخضراء دي بقت ايه؟ بقت سيجمنتس، ورحت رازعها الستامب بتاع النتورك لاير اللي هو السورس والديستنيشن ادريسيز اللي احنا في نتورك لاير هو الاي بي ادريسيز، فانا حطيت سورس اي بي وديستنيشن اي بي ادريسيز للبي دي يو. البي دي يو هنا اتجمعت بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها باكيت. فالبي دي يوز في النتورك لاير هي عباره عن باكيتس، والبروتوكول اللي بستخدمه هنا عشان اعرف الباكيتس دي هي الاي بي ادريسيز. يبقى انا بستخدم ادريسيز في مع السيجمنتس اللي هي السورس والديستنيشن بورت، وبرضه بستخدم ادريسيز مع الباكيتس اللي هي السورس والديستنيشن اي بي. طب طالما هما الاثنين ادريسيز هو ايه الفرق؟ طبعا الاي بي ادريسيز اكبر بكتير كلينس من البورت ادرس، بس هما الاثنين ادرس طالما نفس المعنى. هو ايه الفرق؟ هو الترانسبورت لاير بيستخدم الادرسز في ايه اصلا، والنتورك لاير بتستخدم الادرسيز في ايه اصلا؟ الترانسبورت لاير بيستخدم الادرسيز عشان يعرف بيها السيرفيس اللي بيقدمها الابلكيشن، ده الابلكيشن بيقدم سيرفيس ايه، فهاساين لكل ابلكيشن بورت او ديستنيشن بورت بالمعنى الاصح بيمثل السيرفيس ان الابلكيشن ده بيقدمها. طيب النتورك لاير بيستخدم الادرسز في ايه؟ عشان يعرف الديفايس او النتورك ديفايس اللي بتكلم بعض. انا في الحاله اللي فوق دي انا هنا سيرفيس بتكلم سيرفيس. لو تاخدوا بالكم هنا انا حاطط هنا لاير 4 فاير وول، تمام، بيعمل فلتريشن على البورت نمبرز، تمام، عشان بس ترفلكت الديفايسز اللي بتفهم الترانسبورت لاير. لكن انا هنا عندي ايه بيكلم ايه؟ انا عندي هنا سيرفيس بتكلم سيرفيس الناحيه التانيه في الديستنيشن، تمام، فانا محتاج اعرف السيرفيس بتاعت الابلكيشن اللي شغال، تمام. في النتورك لاير اول ما هنزل لاير تحت انا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف ديفايس اي بي، تمام، بيكلم ديفايس اي بي، يعني سورس اي بي بيكلم ديستنيشن اي بي، وهنا بتتريبريزنت بايه؟ براوتر، لان الراوتر بيفهم لاير 3. ففي الترانسبورت لاير، تمام، الادريسيز هي عباره عن سيرفيسز كوميونيكيشن، سورس سيرفيس ديستنيشن سيرفيس او سورس بورت ديستنيشن بورت. وفي النتورك لاير هي نتورك ديفايسز بتكلم بعض، سورس نتورك ديفايس بيكلم ديستنيشن نتورك ديفايس، كل واحد ليه اي بي ادرس. تعالوا بقى ننزل لاير كمان للداتا لينك لاير، وهنا البي دي يو اللي هيطلعها الداتا لينك لاير اسمها فريم. هنا لو تاخدوا بالكم دي اللاير الوحيده اللي البي دي يو بتاعها ليها هيدر وتيل، تمام. فانا بدانا بالبي دي يو بنفسجي اللي هي جايه من الابلكيشن لاير، حطيناها الستامب بتاع ترانسبورت لاير اللي هو السورس والديستنيشن بورت بقت سيجمنت، حطينا لها الستامب بتاع النتورك لاير سورس وديستنيشن اي بي بقت باكيت، وبعد كده حطينا لها التو ستامبس بتوع الداتا لينك لاير اللي هي السورس والديستنيشن ادرس، والتيل اللي هو في الحاله دي الاير كوركشن تيل، فبقينا عندنا الفريم. الفريم اللي هو البي دي يو اللي في الداتا لينك لاير. والفريم دي
تقدر تستخدم في اكتر من بروتوكول. بغض النظر عن الاكزامبل اللي انا حاطه هنا سورس وديستنيشن ماك ادرس، بس احنا عندنا كذا بروتوكول ممكن يستخدم مع الفريق. خلوا بالكم احنا هنا وصلنا لمرحله مهمه وكريتيكال، لان الداتا لينك لاير، تمام، الداتا لينك لاير هي حلقه الوصل ما بين كل اللي حصل فوق ده، تمام، اللوجيكال ستاف، كل اللي حصل فوق ده لوجيكال، انت مش محسوس، مش بتلمسه، تمام، كان مجرد حاجات مش محسوسه. عمرك مثلا دقت طعم السيجمنت؟ تمام. مش هتعرف، لان دايما الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير مربوطين ببعض. لكن لو قلت لك هات بطاريه مثلا ودوقها كده، هتحس بالجرف ده وهترميها. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ طيب عشان اقدر احول كل الزيروز والوانز اللي فوق دي لحاجه ملموسه، انا محتاج ايه؟ محتاج ستاندردز، تمام، وكله معتمد على الفيزيكال انترفيس كولز. مثلا لو رحت تشتري واي فاي راوتر، واي فاي مودم، تمام، في الظهر كده غالبا هتلاقي مكتوب عليه الواي فاي ستاندرد بتاعه ان هو مثلا بيدعم 802.11 اي سي. كل ستاندرد من دول في الواي فاي بيدعم باندويتس معين. فعشان تقدر تستخدم الباندويتس اللي موجود في الستاندرد اللي انت اشتريته ده، لازم تجيب نتورك انترفيس كارد تكونكته على المودم ده، والنتورك انترفيس كارد ده لازم يكون بيدعم نفس الستاندرد. فانت كده كفيزيكال كونكشن انت بتدور على ايه؟ على ستاندرد. فانت اللي بينزل لك من الداتا لينك لاير بيزد على الستاندرد على الفيزيكال نتورك انترفيس كارد اللي موجوده في الهاردوير ديفايس اللي انت بتستخدمه. وايرد في ايثرنت مثلا، ودي برضو ستاندرد، تمام. ده اللي بيحصل في الداتا لينك لاير. لو اخدنا مثال الايثرنت، فيبقى عندك سورس وديستنيشن ادريسيز، تمام، ودول بيبقوا هارد كودد من الشركه اللي انت اشتريت منها الديفايس ده. فنفترض ان انت عندك هنا سويتش، تمام، السويتش ده اللاير 2 سويتش ده اللي بيفهم اللاير 2 ادريسيز. لو ناخد اكزامبل هنا هو الماك ادرس، الماك ادرس هنا هو الفيزيكال ادرس اللي بيبقى هارد كودد بيرد على الديفايس او الانترفيس كارد بتاعه السورس او الديستنيشن اللي انت رايح تكلمه، تمام. وده ما بتقدرش تغيره، ده هيبقى هارد كودد وعمره ما يتغير من على الانترفيس كارد اللي انت طالع منها او من الانترفيس كارد اللي انت داخل لها في الديستنيشن، تمام. واخيرا الفيزيكال لاير هيبدا كل ده يتحول لبيتس والكتريكال سيجنالز، تبدا تتحرك 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 لحد ما توصل للديستنيشن فيزيكال ديفايس، ونبدا بقى عمليه الدي كابسوليشن. وفي عمليه الدي كابسوليشن انا زي ما قلت لكم انا بفك وارصص. فالفيديو اللي جاي لي هنا عباره عن الكتريكال سيجنالز او بيتس، تمام. فهبدا بقى اطلع من ايه؟ من تحت لفوق وفك هنا، تمام، يطلع لي الفريمز، تمام. هيجي هبقى عارف السورس والديستنيشن ماك ادرس، تمام. واطلع خطوه فوق تاني افك، تمام، ابقى عارف السورس والديستنيشن اي بي ادرس، ابقى عارف الباكت، اطلع فوق للسيجمنت افك، اعرف السورس والديستنيشن بورت ادرس، وفي الاخر اطلع للابلكيشن لاير بتاعتي عباره عن زيروز وونز تروح للابلكيشن اللي انا فلنفترض انا باعت ميل، فالميل هنا يوصل على الابلكيشن اللي هو مثلا اوتلوك او وات ايفر ايه الابلكيشن اللي الريسيفر بيستخدمه، ويبدا الميل يوصل للحاجه اللي انا بعت لها الميل ده. يا سلام، حتى مج على سيكول از سيرفيس، وسيله بط. احنا شرحناه ده كان في الاو اس اي موديل، وده الموديل من الاخر تقدر عليه تقول عليه التكنيكال جايد او المانيوال بتاعك كده اللي انت تقدر تمشي عليه. لكن ده مش الاكشوال موديل اللي بيستخدم في الحياه العمليه بتاعتنا. طب هو في موديل تاني، تمام، بيشرح نفس البروسيس دي اللي احنا لسه متكلمين عنها، وهو الاكشوال ريل لايف موديل، وهو التي سي بي اي بي موديل.
الموديل ده موجود عشان يشرح بطريقه بلان فيو كده لكل البروسيس اللي احنا لسه شارحينها دي في الاو اس اي موديل. حاجه كده لله، مش ان ديتيلز ومكلكعه زي الاو اس اي موديل. الديفلوبرز سالوا نفسهم احنا لو عايزين نبعت ويب بيج، تمام، هنحتاج ايه؟ هنحتاج ويب براوزر. ومن هنا جمعوا 3 لايرز في ايه؟ في لاير واحده اللي هي الابلكيشن لاير. لو وجعوا بقى دماغهم بتفكير في ايه، في انكريبشن ولا كومبريشن ولا اي حاجه، خلوا ده ايه؟ تبقى امبيدد فيتشرز جوه نفس اللاير. من الاخر هم جمعوا كل حاجه ليها علاقه بالسوفت وير، تمام، مع بعض في الابلكيشن لاير دي. والابلكيشن لاير دي نفس الكلام، هتطلع زيروز وانز، دي البي دي يو بتاعتها زي ما كنا شارحين في الاو اس اي موديل، تمام. وهتنزل تحت للترانسبورت لاير. ترانسبورت لاير تحط الستامب بتاعها سورس وديستنيشن بورت، تطلع البي دي يو اللي هي عباره عن سيجمنتس، تمام. نفس الكلام، سيجمنتس هنا بتشتغل على تو بروتوكولز، تي سي بي ويو دي بي. تي سي بي ريلايبل، بطيء بس على الهادي وراسي، واليو دي بي سريع ومتهور بس ايه، بيرمي لك الداتا في وشك، تمام. ننزل لاير تانية على النتورك لاير. النتورك لاير تحط الستامب بتاعها سورس وديستنيشن اي بي، تطلع البي دي يو اللي هي عباره عن باكيتس. ننزل لاير كمان للداتا لينك، هتحط التو ستامبس بتوعها، السورس والديستنيشن، فور اكزامبل ماك ادرس، والتريلر بتاعها اللي هو بتاع الايرور كوركشن اف سي اس تريلر. نطلع البي دي يو اللي هي فريمز. وفي الاخر ننزل على الفيزيكال اللي هو النتورك انترفيس كارد اسبير الستاندرد اللي انا بستخدمه عشان اطلع الكتريكال سيجنال وابعتها للريسيفر. طيب في الاخر كده احنا دلوقتي عندنا 2 موديلز، التي سي بي اي بي موديل والاو اس اي موديل اللي اتكلمنا عليه في الاول. طيب احنا بنستخدم فعليا انه واحد في الحياه العمليه؟ خليني كده اوريكم مثال بسيط لطيف جميل كده يفهمنا ايه الفرق ما بين الاثنين. تخيل كده الاو اس اي موديل عامل زي مبنى التحرير كده، ادوار كتير، كل دور فيه حد بيعمل شغلانه، وعشان تخلص تاسك معينه لازم تلف على الادوار دي كلها عشان تخلص التاسكايه بتاعتك. لكن التي سي بي اي بي موديل عامل زي كده ما تروح شركه ثيرد بارتي، تمام، تقول لهم والله انا عايز اطلع بطاقه، عايز اطلع قطع عائلي، عايز اطلع قرد ازرق، تمام. هم بيروحوا يتشقلبوا ويجيبوا لك الايه، اللي انت عايزه ده. في الاخر انت بتعمل شويه ستيبس عندهم بس بسيطه كده، لا كده من بره، لكن هم اللي في الاخر بيروحوا مثلا لمبنى التحرير وبيخلصوا لك الشغلانه ديت ويجيبوا لك في الاخر السيرفيس اللي انت طالبها. وده في عالم الشبكات خلى كل الشركات تتعامل مع التي سي بي اي بي موديل في الحياه العمليه، لانه موديل اسهل واوضح في البراكتيكال وورد. الاو اس اي موديل بيستخدم بس بيستخدم في اغراض تعليميه بس، يعني عشان ناس مبتدئه لسه في النتورك في النتوركينج او وات ايفر، لازم يبقوا عارفين الاو اس اي موديل متكون ازاي، وايه الطبقات اللي فيه بالتفصيل، وايه الفانكشن بتاعت كل طبقه، وايه الديفايسز اللي ممكن تستخدم في الطبقه دي. ده اللي احنا شرحناه في اول الفيديو. لكن لما نيجي للحياه العمليه التي سي بي اي بي موديل طبعا يتفوق في الحته دي لان هو سيمبل وبرضه في الاخر بيقضي نفس الغرض. طيب هو انا ليه لازم اعرف اصلا الموديلز دي؟ ايه اللي هيضيف لي يعني لما اعرف الموديلز دي؟ انت كنتورك انجينير او وات ايفر في مجال الاي تي لازم يبقى عندك في الباك جراوند كده في دماغك في المايند سيت السي سي بي اي بي موديل، او بالاخص الاو اس اي موديل عندك كده في الباك جراوند، عشان اي ايشو بيجيلك تعرف تعمل لها ترابل شوتنج بطريقه سليمه. تخيل كده مثلا لو عندك مشكله، انا هدي اي مثال، بتبنج اي ديستنيشن والبنج ده مش شغال بيديك تايم اوت، فلازم تفكيرك اوتوماتيكلي كده من غير ما تكتبه او تفكر فيه، حاجه كده في السب كونشس، تفكر في المايند سيت بتاعك انا هفكر ازاي احل المشكله دي. لازم تفكيرك في الاول يروح من اول الفيزيكال لاير. طب هي الكابلات متركبه، طيب في السويتشات الماك ادرس تيبل متعلم الماكات بتاعت السورس والديستنيشن. طب في النتورك لاير الديستنيشن ده معروف له راوتنج، الاي بي ادرس بتاع الديستنيشن معروف له راوتنج اعرف اوصل له. في لاير 4 هل عندي فاير وول مثلا، لاير 4 لاير فاير وول اعمل لي بلوك للديستنيشن بورت اللي انا بحاول اكسسه؟
طب في الابلكيشن لاير مثلا عندي واف او اي بي اس شايف ان الترافيك ده ماليشيس فعمل بيعمل لي بلوك. فتاخدوا بالكم ان التفكير التدريجي ده بيقدر يوصلك لحل المشكله بسهوله. قيس ده على حياتك المهنيه كامله، كل ده هيديك ستيب واضحه وصريحه في حل اي مشكله انت هتقابلها. بس وبكده هنكون خلصنا حلقه النهارده من النتورك وورد عن الاو اس اي والتي سي بي اي بي مودلز. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك على امه المسلمين جميعا. كل استنوني في حلقه جديده الجمعه اللي جايه ان شاء الله من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.